ما دخلتونا في النص ليه؟ مجلس الشورى ده شايف فيه مشاكل في بعض القوانين. قانون تنظيم الجامعات فيه تعديل، قانون الدعاة فيه تعديل، قانون ليه؟ لأنه فيه مشاكل. بس أعضاء مجلس الشورى تبنوا نفس المنطق اللي تبنته المليونية. لا غلط، آسف. أعضاء مجلس الشورى كانوا بيتكلموا من غير ما أسمي. آسف جدا، آسف جدا، لأنه لا يمكن يأتي على لسان عضو مجلس الشورى كلمة تطهير القضاء، لأنه كلمة تطهير القضاء سبة، وأنا أنأى بأي شخص إنه يقولها بالنسبة للقضاء المصري. وبالتالي هذه المشكلة قامت زي ما قلتي، صحيت ما نامتش بسبب السن، يبقى لها سن ونتكلم في استقلال القضاء ونتفق على كل شيء ومفيش مشكلة خالص، ونبعد المسألة عن السياسة يا جماعة. انت يعني أنا شايف كلامي ده مش فيه مبالغة. لا يعني حضرتك بتقول بطريقتك الهادئة الوديعة المبتسمة، يعني بتبسط المشكلة يعني. لا مش هي ما فيش مشكلة والله، بأمانة ما فيش مشكلة. عارفة ليه؟ أنا بكلمك بأمانة وهتشوفي كلامي. أنا لما أقول هعمل للقضاء كذا وكذا وكذا وهم ما كانوا يتمنونه، تفتيش مش تبع وزير العدل، تبع مجلس القضاء، المجالس بالانتخابات والتعيين والى اخره، وهم اللي بيطالبوا بهذا. تعيين نائب عام بالطريقه التي ترضيهم، والندب بالطريقه التي ترضيهم، المساواه في المرتبات بين الهيئات كلها بترضيهم، وهكذا. هل هذا لا يحقق استقلال القاضي؟ شفافيه التعيين في طيب سؤالي الاخير يا دكتور بطيخ، نعم دي قناعتك وحضرتك لا لازم تقتنع انت كمان. لازم انت تقتنع، انا جاي عشان اقنعك انت. لا ما انا مش مهم، لانك انت لو اقتنعتي لو انت اقتنعتي هتحكي قناعتك للمشاهد. لا مش حقيقي. لا المشاهد من حقه انه يسمع كل الاطروحات وهو اللي يبدي قناعته. ولما كان هذا القانون يوفر أشياء كثيرة جدا مما يطالب القضاة به. نعم. عايزة، وده الجزء الأخير، عايزك تفسر لي احتشاد آلاف القضاء النهاردة اعتراضا على مناقشته في تفسيرك. هم احتشدوا عشان في سوء تفاهم، الإعلام نقل خطأ، ولا لأنه هم لغرض ما في نفسهم لحماية الفساد؟ لا إطلاقا، وإنما هو في انعدام ثقة بين السلطات كلها في الدولة. السلطة التشريعية لا تثق في القضاء، والقضاء لا يثق في السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية لا تثق في السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية لا تثق في السلطة التشريعية، ونحن في دوامة انعدام الثقة حاليا. وبالتالي أنا حتى لو كنت حسن النية يؤخذ تصرفي بريبة. والقضاء حينما ينظر قضية يقول لك ده يوم 12 مايو هينظر في حل مجلس الشورى، تقرير مفوضين بيقول ما يتحلش، يقول لك ده طعم بس انك يوم 12 يحلك. عدم الثقة ده خطير جدا. امتى نوصل للثقة المتبادلة بين السلطات؟ اوصل للثقة المتبادلة لما انا اطلع على حقيقة التصرف. انا لما بعمل النهاردة قانون لا اقصد من ورائه سوى تحقيق استقلال القضاء. السن بلاش منه، وقلنا حينما، وبعدين خلي بالك لا يمكن هنمرر مادة إلا لما تطلع على السلطة القضائية ويوافق عليها. طب إيه المشكلة؟ أنا أهو هعمل قانوني وهخلي السن 40، هيقول لي لا خليه 70، أقول له حاضر. إيه المشكلة؟ ما أعرفش أنت. لا انا بدي حضرتك فرصه كامله تقولي اللي انت عايزه. انا مش معقب، قصدي ان هو حضرتك يعني دكتور رمضان الحقيقه يعني كعضو مجلس شورى وضح وجهه نظره في انه المساله بسيطه، وانه ما فيهاش اي تعدي على القضاء، وانه غضب القضاء يرجع لانعدام الثقه بين السلطات. هكذا يلخص وجهه نظره. ده حقيقي وبالتالي انا اتمنى ان الثقه تعود الى السلطات فيما بينها، وانه يعني مساله السن دي تنسى، ولا يمكن ان يتم اي شيء من هذا الا بموافقه القضاء انفسهم. دكتور رمضان بطيخ، استاذ القانون بكليه عين شمس وعضو مجلس الشورى وعضو اللجنه التشريعيه، بشكر حضرتك شكر جزيل. ومره ثانيه كل ما بيطلع معانا دكتور رمضان بطيخ بيفاجئنا مفاجات غير متوقعه، ومفاجاه اليوم كانت انه انا اطلعت على القانون النهارده واحنا بنقدمه لمجلس الشورى. بس المفاجات سعيده مبهره.
شكرا جزيلا دكتور رمضان بطيخ. الأزمة لم تحل، ولو أن التسريبات بتقول أنه القانون في غالب الأمر في مرحلة ما سيتوقف، وده ممن حدثوا شخصيات مهمة سواء في الرئاسة أو في مجلس الشورى، والله أعلم. نلتقي بإذن واحد أحد الأسبوع القادم. سلام عليكم. شكرا لكم.